ثمانية صنايع. مرحبا بكل السادة المشاهدين ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين في حلقة جديدة من 8 صنايع. الليلة اخترنا لكم مهنة يا اخواننا، مهنة مهمة جدا جدا وبالذات في رمضان. هي مهنة بايع الثلج. 8 صنايع. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الأخبار؟ تمام؟ الحمد لله. يعطيك العافية. الحمد لله. كيف الأمور؟ تمام والله. تمام التمام. الله أخبارك؟ يبارك فيك بخير. كيف عامل؟ الحمد لله. معلش داهمناك كده وجيناك زيارة خفيفة كده غايته. ابشروا والله، تفضلوا. كل سنة وانت طيب وأنت ورمضان طيب يا كريم أخي. يا الله أخي. أكرم يا الله يبارك يعطيك فيك. العافية. أول حاجة حابي تعرف الناس على اسمك والمهنة اللي قاعد تمتهنها وتعيد عليهم وتقول لهم رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محمد التجاني آدم محمد، و أولاد البزعة. البزعة؟ البزعة دي وين يا أحمد؟ البزعة دي كده في شمال كردفان. أها. هاي جنب اللبيض؟ بجاي الأبيض. يا سلام يا سلام، نحن بنحيي كل أهالي البزعة، صح؟ نعم. أحمد يا أخي أنا داير أعرف أول حاجة المهنة دي ترك لها فيها كم سنة؟ والله المهنة دي تقريبا حكاية 15 16 سنة. 15 سنة. هاي بتجيبوا الثلج من وين؟ التريقة طبعا كان عندنا حصص في المصانع هناك في السوق الشعبي. وطبعا الحصة دي لو زول ما شال في الشتاء، أيوه. في السخانة مو بيدوه. أها، لازم في الشتاء في الشتاء تشيل. ان شاء الله تشيل 5 لوح. أيوه أيوه. تلاقي تقطع ما تقطع انت تبيك تشيل. لما السخانة تجي التلج بيكون في صعوبة. صح. بيكون في صعوبة، انت بتكون مسجل معاهم هناك. أيوه. بيقوموا بعدين بيوزعوا لك. بدوك الحصة اللي انت عايزها. عايز حصة حصتين ودوك لك. التلج ما بيكون في مصنع واحد. تعمل لك 3 4 مصانع. لما تكون في سخانة في مصانع كده بتكون قاطعة. الكهرباء حقتها قاطعة، بتقوم انت بتمشي المصنع الثاني. المصنع الثاني بتقوم بتشيل منه. ايوه. طيب يا احمد انا داير اعرف انت من ما بديت كده، بديت طوالي بالكشك ده ولا بديت كيف في بيع التلج؟ في بيع التلج كان عندي ترابيزه برا هناك في الشارع في الزرع. في الموسم بتاع رمضان بس. نشيل التلج من واحد وبنبيعه. عليه 10 15 لوح. ونرجع له المسا ب 10 والمويات بنديه حقه، نشيل الفائده حقته. طيب يا احمد انا داير اسالك، المهنه دي ممكن تفتح لك بيت؟ ممكن تفتح بيت باولاد وتقري لك اولادك وتقروا الجامعات، ممكن؟ والله فعلا، لكن عندها موسم. في رمضان بس يعني؟ الموسم بتاع رمضان والموسم بتاع السخانات كده. لكن في البرد ما عندها موسم. شغلها بكون تعبان شويه. في البلد ما في ضرب يشتري تلج ما في ضرب نهائي، لوحين وثلاثه لوح. ايوه. طيب اللوح كيف طريقه البيع، كيف انتم بتبيعوا اللوح؟ كيف بتقسموه؟ شايف انا يعني مرات كده واحد يقول لك داير نص داير ربع. جدا. دي كيف بتحسبها كيف او بتقيسها كيف يعني؟ جدا. طبعا احنا بنقوم نجيب اللوح ده. ايوه. نسبب كده. اللوح ده لما زول مثلا عايز نص نقوم نعمله كده. نقسمه طق النص. بالكساره. ايوه. زول عايز ربع بنقوم نعمل دي. طبعا اللوح ده بعمل 4 أرباع. شايف؟ 4 ربع. ايوه مساويات. مساويات بتعمل الربع للزبون. ايوه كده. قال بسيط، ممكن تعمل له زياده حبه عشان ترضيه. ايوه. تمشيه. طيب انا اوريك حاجه يلا يا احمد، انا الليله داير تعلمني انا ابيع كيف واكسر الثلج كيف، وداير اقوم ابيع للناس واشوف الناس هتعمل معي شنو. جدا. بس عندي دقيقه كده همشي اغير شكلي ده واجي. 8 صنايع. ثمانية صنايع في الدنيا راس مالي، وانا زول بسيط ومتواضع وراضي بحالي. أنا الدوام مهمومة وكايس أرزاق يومة، وانا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. 8 صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي والسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. 8
ثمانية صنايع. الليلة يا اخواننا ماشيين مهنتنا طراوة شديدة. حنشتغل محل التلج، منا نكسر تلج ومنا نبيع التلج. 8 صنايع. كله ب 2 جنيه يا اخي. والله دي بتريحك يا اخي، لانه انا بقيس على الجد، دي قدر الجد فعلا جد. والله قدر الجد. كله ب 2000 جنيه. كيف ب 2000 جنيه يا اخي؟ المفروض الدينار كلها ب 2000. وين يا اخي ولا احنا لما نوصل هنا بكلف معانا 500. المفروض تكون ب 2000 جنيه. يا اخي ب 2000 جنيه معقول؟ ما اديك له كله، ما اديك له كله ب 2000 جنيه. كله ب 2000 جنيه. اسمع، ما اديك له كله ب 2000 جنيه. ما هو كله ب 2000. يا اخي معقول يا حرام عليك يا اخي. ركشه نركبها ب 20,000 يا اخي. حرام عليك. والله حرام عليك انت والله. حرام عليك. كيف ما بهم تبقى جنيان يا اخي؟ انت بتسوي جك؟ كيف بدي تعمل لك جكين؟ خلاص يعني جاي رمضان يعني. هاي رمضان ده رحمته يا اخي. ده حصل دي جكين، ده جك وده جك. رمضان ده رحمته كثيره. كيف والله فعلا. عشان كده اديناك دي. لوحه ب 2000 جنيه. كيف يا اخي اللوحه ب 2000 جنيه يا اخي؟ كده ب 2000 جنيه. 2000 جنيه ده خليت لك. كيف الكلام ده؟ كيف الكلام ده؟ تعال كده. كلام معقوله يا اخي، انا ما داير. معقوله يا اخي. معلش يا اخي، انت كنت معانا في برنامج الكبر الخفيه. 8 صنايع. ضرب يا كم يا 2 جنيه؟ خلاص يدي عليهم. لا ما خلاص يا دول عدي لك لا اكسر لي الحته دي مثلا. امسك ال 2 جنيه دي. خلاص يا حبيبي ب 2 جنيه. 2 جنيه شو؟ ب 2 جنيه كده والله. يا زول هاي والله ب 2 جنيه 2 كده. جنيه كيف يعني الكلام ده؟ هاي يا زول ب 2 جنيه. يا زول هاي كيف عليه الصلاة والسلام ب 2 جنيه والله. يا حبيبي يا زول انا ببيع بالمناسبة بالصمت عديل. يا زول بالصمت عديل، ببيع بالصمت عديل والله. والله ب 2 جنيه. والله كفاك كده بس. يا حبيبي صلحت لي ده. يا اخوانا يا اخي نلزم عليا تلجة. انا ما ادري نلزم عليا خنين والله هذا مسخر. دقيقة بس. طيب هاتها. تفضل يا حبيبي. حبيبي ادينا تيجي زي الناس. والله كده اخر، هذا اخري والله. والله العظيم وحياة الله ده اخري. ما بشيل. كيف ما بتشيله؟ ما بشيل. كيف ما بتشيله؟ احنا البضاعة ذاتها ما بترجع والله. ما بشيل ولا البضاعة ذاتها ما بنرجعها. والله البضاعة ما بنرجعها والله. انت انا قصدك شنو؟ والله البضاعة ما بنرجعها. قصدك شنو؟ والله انت بتاع مشاكل انا بتاع مشاكل. قصدك شنو؟ انت قصدك شنو؟ قصدك شنو؟ قصدك شنو؟ تعال تحت. حبيبي ياخذ كمان. 8 صنايع. الليلة يا اخواننا والله كنت في غاية السعادة بوجودي وسط الناس، وسط الجوطة والزحمة، ويعني جد ما في شغل سهل. يعني الناس اللي بيكتشفوا انه التلج ده شغل سهل، شغل صعب جدا جدا، وعنده حسابات وعنده وتوزين وبالشبر بالكسارة. بالكسارة. الله يكون في عونك والله يديك العافية يا محمد. الله يبارك فيك. والله احنا كنا سعيدين جدا جدا معاك الله الليلة. شرفتونا يا أخي. وشكرا لاستضافتك يديك لنا. العافية. ونحن سعيدين بك، ودي هدية بسيطة مقدمة لك. شكرا جزيلا. البرنامج. يديك العافية. وان شاء الله غايته المرة الجاية اجيك في المصنع، ما بجيك هنا. ان شاء الله ان شاء الله إن شاء ربنا يديك الله. العافية وبحياتك ان شاء الله. الله يخليك. الله يديك العافية. تسلم يا حبيبي. الله يبارك فيك. تسلم. الله يسلمك. ولكل البياعين يا اخواننا وبياعين التلج، يعني بقول لهم ربنا يديكم العافية ويخليكم ويبهدل لكم الغنية دي ان شاء الله. 8 صنايع. المابيانا يا حبان بدر عنوانا، عاد ان شاء الله ما تنسانا. المابيانا يا حبان بدر عنوانا، عاد ان شاء الله ما تنسانا. المابيانا شفت ماشى بين اغرانا، جات التنة زي البانو. قلبي ضربت الجبخانة، جوا قليبة داير خانة. المبيانة يا حبان بدر عنوانا، عاد ان شاء الله ما تنسانا. المبيانة يا حبان بدر عنوانا، عاد ان شاء الله ما تنسانا. هي الملكة الأسن حنانة، إحنا أصلا من حيرانو. كافة ساعة دفي معانا، باقي الدنيا ما همانا. الناس دوام مهموم
لقمة وكايس أرزاق يومه، وأنا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. يا صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي منسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. يا صنايع